مساء الخير حبايب قلبي، كيفكم؟ عساكم بخير. آسفة لأنه طولت الغيبة عليكم بالسناب، بس مشغولة جدا. صار لي زمان ما سولفت بسنابي ولا تكلمت عن شيء، بس اليوم أنا مجبورة أتكلم بشيء. ما أقول مضايقني، بس لازم أتكلم فيه وأوضح كثير. أمس بالواتساب وصلني برودكاست من صديقتي، ما راح أقول جنسيتها بس غير مغربية. المفروض وصلني منها نكتة، بس بالنسبة لي ما هي. المفروض أضحك يعني مستنية مني أرسلك ها ها ها. للأسف المجتمعات الثانية تظن إنه أي مغربية يعني الناس تحبها إلا وتكون مسوية سحر. لا، تبون تعرفون إيش سر سحر المرأة المغربية؟ أسلوبها في التعامل مع الغير، هذا يميزها ويخليها التوب 1. يعني ما راح أنكر وأقول أوه المغرب مو موجود فيه السحر، لا موجود، بس مو كل بنات المغرب بيسحرون. يعني انت وانتي اللي تقولون انه المغرب موجود فيه سحر، اوه نخاف نروح المغرب على اساس انه في بلدك ما في سحر. يعني السحر موجود عند الاجانب، موجود عند الافارقه، اشمعنى لما نسمع كلمه سحر على طول المغرب؟ وكلمه سحر موجوده بالقران، ما في شيء بالقران يقول انه السحر موجود بالمغرب. كم اون ابغى بس افهم. أكيد كلامي مو موجه للجميع، موجه للناس اللي عقولهم خامجة. وأكيد لو كان الساحر يسوي شيء للي جاي عنده كان بيسويه لنفسه، ولن يفلح الساحر حيث أتى، معروف. أكيد مو لأني تكلمت بالموضوع إلا مضايقني، لا حبيبي ما حرك فيني ولا شيء، بس كان المفروض أوضح لكم. إذا جانا أحد المغرب ورد ديرته ويقعد يمدح الأم وأخته وعيلته المغرب، سحروك يا شيخة. أصلا المغرب تستاهل شيء أكثر من المدح. أتحداك تجي المغرب وما يعجبك جوها، الطبيعة، الناس اللي بيكرموك. أنا بعد ألوم فئة من بنات بلدي اللي خربوا جنسيتي المغربية بشيء اسمه السحر، وخلوا كلمة سحر جنب جنسيتي. حبايب قلبي أقول لكم جود نايت، والله يهدي هالفئة من الناس علينا، وارجع وأقول آخر مرة مو كل مغربية ساحرة. شكرا حبايب القلب على تفاعلكم مع الموضوع، بالكومنتس ولا مسجز على الدايركت. أقول لكم I love you so much.